كتير فاكرة إن مقولة ladies first يعني السيدات أولاً دي نوع من أنواع الاحترام والتقدير. بس تعالى نفكر مع بعض، هو فعلاً دي صورة احترام ولا أحياناً بيكون العكس؟ هو مين قال إن الست لازم تمشي الأول أو تدخل الأول أو تطلع الأول؟ مين قال إن ده تكريم ليها؟ ساعات ده ممكن يكشفها أو يعرضها لمواقف مش لطيفة بدون ستر وحماية. خدوا مثل من القرآن الكريم في قصة سيدنا موسى عليه السلام لما شاف البنتين اللي بيسقوا الغنم من بعيد، ولما واحدة منهم محتاجة تمشي معاه قالت له يمشي قدامي. عارفين قال لها إيه؟ قال لها أنا همشي قدام وارميلي حجر علشان أعرف الطريق. يعني إيه؟ يعني هو يمشي الأول علشان هو رجل، وهي ما تبقاش قدامه عشان ما يكونش فيه كشف ولا نظرات. شايفة الحكمة؟ الإسلام صان الست وعلمها إزاي تبقى غالية، مش مجرد صورة شكلية قدام المجتمع. طيب تعالي للواقع بتاعنا، لما تبقي طالعة على السلم هل الأحسن إنك تمشي الأول؟ لأ، سيبي الراجل يطلع الأول، مش علشان هو أهم منك، لكن علشان انتي غالية، علشان ما يبقاش في حد وراكي ممكن يبصلك أو يستغل الموقف. كمان في المواصلات ساعات بنشوف بنات قاعدة واخدة راحتها قوي وبتقول هو أنا بس اللي هتسأل قدام ربنا والرجالة دول مش عليهم حساب؟ أنا هنا عايزة أقولك حاجة، انتي ملكيش دعوة بحد، انتي هتتحاسبي لوحدك على نفسك، على تصرفاتك، على وقفتك وقعدتك وحركاتك. ربنا بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما حدش هيشيل ذنب حد. ركزي انتي، خليكي انتي الغالية، خليكي انتي الأرقى، خليكي اللي بتصون نفسها مهما اللي حواليها عملوا. البنات أحيانا بيفوتهم إن التفاصيل الصغيرة دي مهمة جدا. التفاصيل دي هي اللي بتبين قيمتك عند نفسك. يعني إيه؟ يعني لو انتي اعتبرتي نفسك غالية هتتصرفي على هذا الأساس، مش هتتهوني ولا هتقولي عادي يعني إيه يعني. كل إيه يعني صغيرة بتتراكم وتفرق في نظرة الناس ليكي وفي علاقتك بربنا. خليكي فاهمة حاجة مهمة، الدين عمره ما ظلم المرأة، بالعكس هو اللي صنها وكرمها. مش محتاجة مقولة مستوردة من الغرب زي ladies first عشان تديكي قيمة. قيمتك موجودة من أول لحظة ربنا خلقك فيها. انتي بنت، انتي مكرمة، انتي غالية، انتي أمينة. فبلاش نمشي ورا العبارات اللي المجتمع بيرددها من غير ما نفكر. مش كل اللي بيتقال صح، ومش كل اللي بيتعامل تقدير، ساعات بيكون العكس بالظبط. وفي الآخر خدي بالك يا بنتي من نفسك، خليكي دايما غالية، مركزة في التفاصيل الصغيرة اللي بتصونك. ما تتأثريش بكلام الناس ولا تبرري تصرفاتك بإن غيرك بيعمل. انتي مسؤولة عن نفسك وانتي هتتحاسبي لوحدك. وباسألي نفسك دايما، هو مين